تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض طاجن سمك قراميط في منتهى الجمال. هو بصوا شكله اهو بيتكلم، مش محتاج ان انا اتكلم عنه بصراحه. هنا دي الصلصه. اول حاجه هنخرط بصل كده حلقات، ويا دوب ايه ما نخليهاش تصفر قوي، انا عايزاها نيه زي ما هي كده، بس يا دوب بديها تشويحه بسيطه. كده كده احنا السمك عملناه في كذا فيديو مع بعض، احنا غاسلين السمك غسله كويسه ومتبلينه بالتتبيله العاديه بتاعته. في ناس بقى بتحط القراميط في الطاجن ني، لا انا بحمره نص تحميره كده، لان لما بيتحط ني بصراحه بيتهري. يا دوب البصلايه بس كده تدبل معايا. زي ما هي كده، وهضيف هنا معلقه توم، وهنحط معانا برضو نص كيلو كده طماطم عصرينها في الخلاط ومصفينها، ودي معلقه هريسه شطه. جربوا الطاجن بالطريقه دي جميل جدا، سواء هتعملوه قراميط او بلطي، يعني هيمشي في الاتنين. انا ما خليتش البصلايه تحمر معايا خالص، يا دوب دبلت بس كده. اول ما ريحه التوم تطلع معايا هنزل بعصير الطماطم. هنا برضو معلقتين صلصه كبار معايا يعززوا لي بس اللون بتاع الطماطم. هنا انا حاطين ملح، وما نكترش الملح لان احنا كده كده متبلين السمك. ونحط نص معلقه بابريكا وفلفل اسمر وكمون وكزبره وربع معلقه شطه. اللي مش بيحب الاكل سبايسي ما يحطش شطه. وبرده عندي هنا بشره جزر مش مكتره، هي جزرايه صغيره، وقرن فلفل اخضر، وكان باقي معايا من الشبت والكزبره عامله سلطه جنب السمك، خدنا منهم شويه صغيرين. جربوا الطاجن بالطريقه دي جميله قوي. هنا هنحط معلقتين خل صغيرين، هنغطيها بقى ونسيبها لما تتسبك. وبعد كده هنجيب الطاجن بتاعنا ونحط نص الخلطه دي كده ايه في القعر بتاع الطاجن، والنص التاني على السمك من فوق. بصوا الصلصه بعد ما اتسبكت شكلها حلو. هنا هضيف بقى الفلفل بتاعي، انا ضفته في الاخر عشان ما يتبلش معايا. هنا معلقه جزر برضو مبشور كده صغيره، ومعلقتين خضره، هو شبت وكزبره بلاش بقدونس. وما تخلوش كتير في الفرن عشان السمك ما يتقليش معاكي. كده كده انا عندي كل حاجه مستويه. والله ريحه الصلصه بالطريقه دي جميله. هنا بقى انا حطيت الكزبره وهحط الكمون والفلفل الاسمر. انا بحب احط التوابل في الاخر عشان لسه بتبقى محتفظه بالريحه بتاعتها. ونحط ربع معلقه سكر. اهم حاجه زودي الكمون، السمك عامه بيحب الكمون. وهنا برضو حطينا ربع معلقه بهارات سمك. هنا بقى مش هنسيب الصلصه على النار كتير، يا دوب نقلبها تقلبتين كده ونطفي عليها. وفي الاخر خالص هنا هنحط ورقتين لورا متوسطين حبهان.
انا هنا جبت الطاجن بتاعي، حطيت نص الخلطه اللي انا عملتها اللي انا سبكتها اهو، وانا هنا قليه السمك هنرصه كده ونحط بقيه الخلطه عليه. والله مهما اوصف لكم مش هوصف لكم كان طعمه حلو قد ايه بالطريقه دي. انا بعتمد الطريقه دي على طول سواء في البولتي او في القرضي. هو يا دوب 10 دقايق في الفرن. لو الفرن بتاعتك الشوايه بتشتغل مع الفرن شغلي الاتنين، مش هياخد 10 دقايق. لو ده لوحده وده لوحده شغلي بس الفرن 5 دقايق من تحت بس، وبعد كده الشوايه برضو 5 دقايق. وده شكله بعد ما خلص اهو. طعمه بصراحه كان وهمي.